زيارة واحدة عند دكتور الأسنان هتوفر عليك فلوس كتير ودموع أكتر. دكتور الأسنان عند الأطفال قصة خوف بقالها آلاف السنين، بتبتدي بالألم والخوف اللي هو جاي بيه، مرورا بانتظاره للحقنة والشكة والخيانة اللي ممكن تجيله من أي حتة. بس إحنا ليه نستنى لغاية أما السوسة توصل للعصب ونبدأ رحلة البنج والإبرة والشنيور والقصة المرعبة دي كلها، لما إحنا ممكن نلحق الموضوع ده من بدري وما ندخلش في الحوار ده كله؟ والمفاجأة إن أغلب الحاجات دي ممكن تتم بفرشة صغيرة زي دي. الفرشة الصغنونة دي بتقدر تعمل لنا 3 حاجات سحريه محدش يقدر يعملها. تبتدي بالسيلنت اللي عامل شبه السكرينه اللي بيتحط على الضروس علشان تحمي الشقوق الصغيره اللي موجوده من انها تبدا تراكم الاكل ويحصل التسوس بسرعه. تاني حاجه وهي جلسات الفلورايد اللي بتمثل لنا درع الحمايه الاقوى والاهم لمينا الاسنان ضد الكسر او التسوسات. تالت حاجه الاس دي اف السائل السحري اللي بنستخدمه لما بنلحق التسوس في بداياته علشان يموت لنا البكتيريا ويوقف السوسه في مكانها. كل ده بيحصل وابنك قاعد بيتفرج على الكرتون اللي بيحبه من غير ابره، من غير قلم، ومن غير عقده دكتور السنان اللي بتفضل ملازماه لاخر يوم في عمره. وما تنسيش ان الوقايه دايما ارخص وارحم. وبعت الفيديو لكل ام والحقيقه قبل ما الواد يتعقد.